تحياتي لمدرب النادي الاهلي، وهو طبعا مش هنكر ان هو جاب 5 بطولات للنادي الاهلي، بس برده مش مجهوده لوحده، كان مجهود وكنت لسه هقول 9/9 هنحتفل بوجوده في الاهلي وعيد ميلاد حضرتك. حضرتك طيبه يا دكتور، حضرتك طيبه، ربنا يخليك. طبعا انا بقالي كلام حاجه جدا، وبقول طبعا لازم برضه في اليوم ده ما ننساش اكتر واحد جاب بطولات النادي الاهلي مستر هديكوتي جوزيه مستر هديكوتي وجوزيه زي ما حضرتك عارفه. وطبعا النادي الاهلي زي ما حضرتك اتفضلتي اداره وجمهور هو اللي بيصنع المدرب زي ما حضرتك عارفه، يعني ليه منظومه. دكتور احنا بكره عندنا قمه استثنائيه في كل شيء، بكره عندنا تحكيم مصري، طاقم مصري، ايه الكلمه اللي عايز تقولها للحكم المصري بكره؟ دايما الحكام المصريين بيتظلموا، دايما بنقول حكام اجانب وبنشوف مهازل في التحكيم الاجنبي، بس احنا كميديا وكشعب بنعمل برافو، بيبقى في مهازل فعلا في التحكيم المصري مليون في المية ممتاز، التحكيم المصري جريء وتخفيف للحق، فانا مع التحكيم المصري وشابوه ان بكره التحكيم مصري. وانا مع حضرتك جدا وموافق، والتحكيم المصري لازم ياخد حقه زي الاجنبي. في حاجه صغيره كمان، احنا شفنا مارادونا الاجيال السابقه جاب الجون اللي وصلنا لكاس اخر كاس العالم بايده، كلنا شفناه على التلفاز، والتحكيم الاجنبي قال لا جون مظبوط واخد كاس العالم. هو كان الحكم بالتحديد الحكم التونسي علي بن ناصر، وقال الكوره جون وهي مش جون، صح مظبوط يا فندم، ومحدش يتكلم. صح يا دكتور مظبوط. التحكيم المصري طبعا واي حاجه مصريه بيكون فيها نوع من مش هقول السبوت عليهم، يعني انت يعني فاهم قصدي، يعني دايما عشان احنا نمبر 1 فدايما بيبقى في سبوت، فانا متاكده ان التحكيم هيشرفنا بكره، لعيبه الاهلي والزمالك هيشرفونا بكره، هنلاقي قمه اخرى ودوري اخر. هنستمتع انا متوقع مع حضرتك جدا ان احنا بكره هنستمتع بدوري عالمي ان شاء الله. وكل يا دكتور يعني كلاسيكو العرب، كل العرب بتستنيه والعالم كله. انا بقول لك احنا سبوت بكره بقى، وان شاء الله هنشرفهم بقى ان شاء الله ان شاء الله بكره اليوم احمر باذن الله. ان شاء الله نشوف مباراه على اعلى مستوى طبعا، مع التنميات للجميع طبعا بالتوفيق يا فندم ان شاء الله. دكتور نشوى طبعا في حاجه بقى رقم واحد، هو الفنان يقدر يبدع من غير جمهور؟ مش هيقدر، مش هيبقى فنان، مش هيبقى عادل امام، مش هيبقى الزعيم، مش كل فناننا العظام طبعا، لو اتكلمنا عن فنان مش هنخلص وقت الفجر، تمام؟ جمهور، احنا طبعا تعرف حضرتك احنا عندنا مبادره مصر بدون الوان، لا للتعصب، تمام؟ دي طبعا المبادره دي تحت رعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ابو كل المصريين، راعي رياضه مصر والرياضيين ورئيس الانسان. احنا بكره كلنا لابسين شيرت منتخب مصر ومعانا على مصر ومنتخب مصر، والاهلاوي بيهني الزمالكاوي. انا شفت شخصيا، شفت بعد ال 11 الاهلي شرفنا، شفت فعلا الزمالكاوي اخذ الاهلاوي بالحضن وقال له مبروك، هي دي الروح بتاعتنا، تمام؟ انا اتمنى ان بعد حضرتك ما تدي رساله للجمهور، اتمنى ان احنا نشتغل على مبادره مصر لا للتعصب، نخلي جمهورنا الجميل ده اللي راح يستمتع، هيبقى يتفرج في استاد القاهره طبعا 8:30 الماتش كلنا مستمتعين، ياخد هدايا. اما اللي هيتفرج في اوتيل وهيتفرج في بيته في كافيتيريا هو لابس تيشيرت منتخب مصر ومعلم مصر وخلاص، لا للتعصب. كلمه لحضرتك للجمهور. انا متوقعه برضه ان الجمهور المصري هيضرب مثلا مشرف. طبعا يعني انا بناشد مع صوتي وصوتك، عايزين نلتزم باداب التشجيع، عايزين نلتزم باداب المكان، عايزين نطلع بصوره شيك جدا ونضرب مثلا كويس قوي للعالم، مش كاننا كمصريين بس. لا التعصب جميل ومبادره رائعه وانا معاك فيها، بس يعني بس احنا عايزين مبادره مصر مش محمد صلاح بس. يعني بس احنا عايزين نعمل توعيه عليها اكتر، وعايزين نسلط الضوء عليها اكتر، لان الشباب بتاعنا زي ما قلنا في حديثنا مع بعض ان الشباب مهم جدا، التنمويه، الاشياء التنمويه للشباب والقرايه للشباب هي دي اللي بتوصل لبر الامان. التعصب مش بس في الكوره، في تعصب في الجامعه، في تعصب في مكان، في محافظه، في اي، احنا عايزين نعمل التوعيه دي لجميع انواع التعصب، وهي برضو بتنشق منها التنمر، يعني برضو دي جايه من التنمر، ودي كلها حاجات بتصب في الاخر خطه 2030 لعمل التوعيه والتنميه الخطه المصريه. طبعا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كل يوم في انجازات في البلد بنشوفها ملموسه، يعني بنصحى من النوم بنلاقي انجازات. تحيه وتقدير فخامه الرئيس طبعا، تحيه مصر اكيد طبعا اكيد، يعني فعلا انا موافق حضرتك جدا. دكتور نشوى طبعا قبل ما نسيب حضرتك طبعا في برضه حد لازم نكلمه، مستر فيتوريا. احنا كان برنامج بنعمل مع محمد صابر مبادره الحلم، احنا وصلنا بمشيئه الله خلاص 2024 لكوت ديفوار، تمام؟ بس احنا كلنا مبادره الحلم، احنا كلنا بنساند منتخب مصر لغايه امريكا وكندا والمكسيك،
ده اللي احنا، ده البلان بتاعنا دلوقتي اللي هو 2026. حابه تقولي ايه منتخب مصر لمستر فيتوريا ومنتخبنا الكبير؟ بكره ليك اتفرج كويس، شاهد بعمق، انا متاكده ان هو هيعمل كده. هتلاقي مصنع بينتج حاجات كويسه جدا جدا جدا. وعايزه برضو قبل ما يعني اختم حلقتي مع حضرتك، احنا هنفضل في احتفالات وفي امان وبنلعب بكره عشان الامن والامان. كل سنه والشعب المصري في حمايه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخير بمناسبه 30/6. طبعا 30/6 اللي خلت الجمهور ينزل بكره الملعب. طبعا 30/6 اللي خلت رجعت الكرامه للانسان المصري. رجعت الكرامه. لا وغير كده الملعب بقى بكره احنا بنلعب اهلي وزمالك بجمهور في استاد القاهره الدولي علشان 30/6. طبعا. وتحيه طبعا لشهدائنا شهداء الوطن. احنا كنا في ذكرى 7/7 برضه، ذكرى يعني الشهيد المنسي ومجموعته. فكل الناس دي احنا مش هننساكم، واتمنى ان بكره يبدا الماتش بدقيقه احداد على كل ارواح الشهداء اللي خلونا نلعب الماتش في استاد القاهره. طبعا انا بايد صوتي مع حضرتك بقول فخامه الرئيس، كل شعب مصر، فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل سنه وانت طيب. الثوره العظيمه ثوره 30 يوليو اللي هي رجعت الكرامه للمصري، رجعتنا واحده واحده. كنا متفككين، الحمد لله احنا كنا ممكن نروح لسوريا، نكون العراق، نكون اليمن، بس طبعا بفضل الله ثم فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي انا بقوله هنا في برنامج الكرة محمد صابر من خلال حضرتك، احنا بنحبك وبنأيدك واحنا معاك على طول. سير يا ريس. سير يا ريس طبعا، احنا معاك على طول انجازات كل يوم طبعا. دكتور نشوى طبعا الوقت اخذنا جدا جدا، احنا مش عايزين نسيب حضرتك في الليله الجميله دي، وانا متاكد ان كل اللي بيسمع الحلقه دي النهارده من برنامج الكرة محمد صابر، الحلقه الاستثنائيه دي، مستمتعين مع حضرتك جدا جدا جدا، زي ما انا مستمتع مع الاعلاميه الكبيره سندريلا الاعلام العربي والمصري دكتور نشوى فوزي، بتعلم منها وانا قاعد معاها في الانترفيو. حضرتك وعدتينا قبل الهوا ان هيكون في لقاءات اخرى وهيكون في توأمه من البرنامج اللي كلنا بنحبه. بصراحه يا دكتوره نشوى احنا بنقعد يوم الثلاث بعد الساعه 12 نسيب كل حاجه عشان نتابع حضرتك. ده وعد من حضرتك اللي هيكون في توأمه من برنامج الكرة مع محمد صابر وفاروق اسكندراني. وعد طبعا دكتور نشوى مشاركه بين برنامج فاروق اسكندراني وبين برنامج محمد صابر تبع الكوره مع محمد صابر، وده شرف ليا. حضرتك سكندري ومعلم في الوسط الرياضي. برنامج جميل جدا. وانا بقول مفاجاه بقى للمشاهدين ان في برنامج الكوره مع محمد صابر هتبقى في ريجيو باذن الله قريبا، وانتظرونا بقى ان شاء الله مفاجآت كتير. وانا اللي سعيده جدا باللقاء. انا بجد بقول لحضرتك ميرسي جدا يا دكتور، بجد النهارده كانت حلقه مميزه جدا. انا متاكد ان ليله القمه او القمه دي ليها طعم خاص جدا عند الشعب المصري من اسكندريه لاسوان، لان شاركت معانا سندريلا الاعلام العربي والمصري في العالم كله، واكبر مشاهده برنامج في مصر والعالم العربي هو خالص كومنت. ميرسي جدا يا دكتور. شكرا. ميرسي. كنت بحاول اخليك فاكر. طبعا لا ان شاء الله نبقى فيه الاثنين يا دكتور ان شاء الله، ونشوف قمه مصريه، لان الاهلي والزمالك دول قوه ناعمه لمصر. طبعا. قوه ناعمه لمصر. الشرق الاوسط كله. طبعا العرب كلها بتستنانا والعالم كلها يعني. وان شاء الله انا متوقع ان شاء الله مباراه بكره هتكون على اعلى مستوى من الفنيات والاخلاقيات يا دكتور. ميرسي لحضرتك جدا. طبعا احنا بعد اليوم الجميل ده وليله القمه احنا كلنا سهرين اكيد مش هننام لغايه الفجر زي بقى السيستم اللي احنا اتعودنا عليه. بس انا قبل اي حاجه لازم النهارده اشكر نجمه الاعلام العربي والمصري، سندريلا الاعلام العربي والمصري دكتور نشوى فوزي، اللي كانت النهارده بجد النهارده كنا زي ما بيقولوا حبينا نعمل في ليله القمه نجيب لكم نجمه استثنائيه. هو لقاء استثنائي كان معانا نجمه استثنائيه، وانا بشكرها جدا مليون شكر لدكتور نشوى فوزي. زي بقى السيستم اللي احنا اتعودنا برنامج الكوره مع محمد صابر، انا بخلص الحلقه وبتعلم من حضراتكم، بس النهارده انا اتعلمت من استاذتي الدكتوره نشوى، وانا اكيد حضراتكم كنتوا النهارده مستمتعين معايا. هستنى حضراتكم على صفحات برنامج الكوره مع محمد صابر والاعلامي الرياضي محمد صابر على الفيسبوك، وقناتي على اليوتيوب الاعلامي الرياضي محمد صابر. وميرسي جدا لحضراتكم. احنا بدانا بمصر ولازم نختم بتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.